انت جاي هنا الاقصر واسوان هتستمتع بالجو الحلو اللطيف، هتروح المزارات النيل البيت النوبي اللي احنا موجودين فيه. البيت اول ما تدخل فيه هو يخطف قلبك. ناس كتير جدا من اللي بيحبوا يجوا الاقصر واسوان بيحبوا يخوضوا التجربه بشكل عام عن طريق النايل كروز. في ناس تيجي تقول لي لا انا عايز اقضي الرحله ليلتين في الاقصر وليلتين في اسوان، هنا انا هنزل في فنادق بقى. طبعا ناس عايزه ريلاكسيشن ثم ريلاكسيشن ثم ريلاكسيشن، وفي نفس الوقت عايزه تقعد في فندق 5 نجوم مستواه حلو. احلى وامتع واجمل الحاجات اللي في اسوان كلها طبعا وهي الرحله النيليه. طبعا الرحله دي حلوه ليه؟ لان احنا بنزور فيها تقريبا اجمل مزارات اسوان كلها. انت لازم تلاقي دايما اغاني محمد منير شغاله معاك، ده اساسي. جزيره النباتات هنا تقريبا موجود كل انواع البذور وكل انواع النباتات اللي موجوده على مستوى العالم بالكامل متجمعه موجوده هنا في الجزيره. طول ما انت ماشي هنا في الجزيره هتبص هتلاقي يافطه على كل شجره تقريبا او على كل نبات بيقول لك ان اوريدي الشجر ده نوع ايه، بلد المنشأ. في واحده من اهم مزارات اسوان وهو معبد فيلة. معبد بني لعبادة إيزيس آلهة السحر والحب والجمال عند المصري القديم. قمة جبل الهوى، صح اي حد هيجي اسوان لازم 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 يطلع الجبل، سواء بقى على رجله او سواء على جمل ايا كان. واحدة من أكتر وأجمل الأماكن الأثرية اللي بيجي لها السياح تقريبا من كل حتة في العالم في أقصى جنوب مصر، معبد أبو سمبل. الإعجاز اللي هم عاملينه إن الشمس تدخل بس لوجه رمسيس مرتين بس في السنة. احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نوفر لكم اكتر من حاجه للناس اللي عايزه تقضي الشتاء السنه دي في الاقصر واسوان. جبنا لكم من البيوت النوبيه وقدرنا نوفر لكم حاجه حلوه ببادجت معقول، وجبنا لكم الفنادق ال5 ستارز برضه الميزانيه بتاعتها ممتازه.